المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. حملات تطعيم الحصبة والحميرة تسير بفعالية في مديرية عدقيح. قاطنات الضاحيات عديلو يحصلون على الماء الصالح للشرب. واتحاد المرأة في القاشبركة يعمل لاستفادة المرأة من حقوقها. الرئيس الصيني يصل إلى إسبانيا في زيارة دولة. أضرار كبيرة بسبب الطقس السيء بأستراليا. وعشرات القتلى والجرحى في انفجار قرب مصنع للكيماويات بالصين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن بأن 110 من المهنيين الصحيين ومساعديهم الذين يشاركون في حملة التطعيم الجارية ضد الحصبة والحميرة وتوزيع فيتامين A بداية من 21 من نوفمبر الجاري في مديرية عدقيح يسيرون أنشطتهم بفعالية. وأوضح مسؤول مستشفى عدقيح الدكتور بهاء بلوم ميكائيل بأن التطعيم يجري في 7 نقاط ثابتة و22 مؤقتة وفي المؤسسات الصحية والمدارس وغيرها من الأماكن، وبفضل التوعيات المسبقة ظل يجري العمل بطريقة سلسة. وذكر بأن تعزيز الوعي المرسخ على الشعب أدى إلى جريانهم نحو نقاط التعليم أو التطعيم، لذلك سوف تنتهي أيام التطعيم حسب الجدول الزمني المحدد لها في 30 من نوفمبر الجاري. من جانبه أشار المشاركون في الحملة التطعيمية من المهنيين الصحيين إلى أنهم تفقدوا تسارع الشعب الفاعل إلى نقاط التطعيم، مما يؤدي ذلك للسيطرة على الأمراض التطعيمية في إريتريا في وقت وجيز. يذكر بأن حملة التطعيم ضد الحصبة والحميرة ظل يقدم على مستوى البلاد في الفترة من 21 وحتى 30 من نوفمبر الجاري. انتظمت في الفترة من 15 وحتى 23 من نوفمبر الجاري في 6 إدارات للضواحي بمديرية الشعب بإقليم شمال البحر الأحمر انتخابات مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى. وقال مدير المديرية سيد أبو بكر إبراهيم إن الهدف من الانتخابات هو انتخابات مدراء أكفاء وحصول المواطنين على خدمات إدارية فعالة عن قرب، معبرا عن أمنيته الكبيرة لتقديم المنتخبين خدمات جيدة متسمين بالوفاء والإخلاص. من جهتهم طالب المشاركون المنتخبون لخدمة ناخبيهم دون تمييز وتعزيز إسهاماتهم في برامج التنمية الوطنية، وناشد المنتخبون الشعب لإبداء تعاونه معهم في كافة المهام التي يسيرونها. هذا ويقطن مديرية الشعب حوالي 45 ألف نسمة يزاولون 90% منهم حرفة الزراعة. صرحت المرأة القاطنة في ضاحية عديلو بمديرية أرعتا بأنهن يحصلون على خدمات مياه الشرب الصالحة بفضل إنشاء مشروع مياه الشرب المشيد هناك وما يقدمه من خدمات جيدة. وأوضحنا بأنهن كن يجبرن للذهاب إلى مكان بعيد لجلب المياه بطاقتهن، ولكن مع إنشاء المشروع انتفت الإشكالية. وذكرت النسوة بأن إنشاء المشروع أدى إلى انتهاء استياء الشعب بالكامل، مؤكدات إدارة ورعاية المشروع بصورة جيدة، مدركات الإشكالية التي تسببها عدم وجود المياه. أعلن الاتحاد الوطني للمرأة فرع القاشبركة بأنه يعمل هذا العام بفعالية لاستفادة المرأة من حقوقها ورفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك في الاجتماع الذي عقده الفرع في الفترة من 21 وحتى 23 من نوفمبر الجاري في مدينة بارونتو، كما قدم بتفصيل المهامات المنفذة ونتائجها وتباحثت فيها العضوات بإسهاب. وقالت مسؤولة الفرع السيدة حديقة يوهنس إن الأنشطة التي جرت هذا العام بالتنسيق مع الشركاء كانت ناجحة بفضل مشاركة ودور ومساهمة العضوات الوفية، مناشدة استمرارية الوفاء والإخلاص بأكثر فعالية لإنجاح المهام. وذكرت السيدة حدقة عن إقامة 4 لجان في أنشطة التأطير وإجراء سيمينارات وتوعيات ناجحة في كافة المدارس وتسيير أعمال مرضية في ضمان حقوق المرأة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي، داعية ممثلات الفرع الناشطات في الإقليم لتعزيز أنشطتهن من أجل استمرارية الأعمال الجارية بسرعة فائقة.
في الختام ناشدت السيدة يحيى دقال عضوات للعمل الدؤوب للحد من زواج القاصرات وغيرها من العادات الضارة والإدارة أيضا والقيام بالعمل الفعال لإعادة القروض المنتشرة في أوانها. وقدمت المجتمعات آراء وتوصيات هامة تساعد في إنجاز البرامج الموضوعة بفعالية. وقدم الخبراء في المناسبة سيمينارا للمشاركين حول الإدارة المالية ومتابعة ورعاية المستندات الحسابية. أوضح بأن نسبة مشاركة الطالبات في مائدة التعليم في منطقة بويا بمديرية قلعلو ارتفعت بأكثر من 25%. ووفق المعلومات التي أدلى بها مدير مدرسة بويا الابتدائية والمتوسطة الأستاذ آدم محمد عمر بأن التوعيات التي جرت في المنطقة أدت إلى تعزيز وعي المجتمع وخاصة الآباء في أهمية التعليم، لذلك جاءت ترتفع مشاركة الطلاب في مائدة التعليم. وذكر بأنه رغم ارتفاع نسبة مشاركة الطالبات في مائدة التعليم إلا أنه ومقارنة بالكثافة السكانية في المنطقة لم تصل إلى الآن إلى النسبة المطلوبة، لذلك يتطلب تعزيز دور الآباء والإدارات لتعزيز مشاركة الطالبات في مائدة التعليم. هذا وتدرس مدرسة بويا الابتدائية والمتوسطة هذا العام 143 طالبا بينهم 47 طالبة. تخرجت في 22 من نوفمبر الجاري في مدينة دك أمحاري 15 شابة تلقين دورة مهنية حول إعداد الطعام لفترة 3 أشهر. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في المديرية الشاب فيلمون مسفن في مناسبة التخرج بأن الدراسات للمحتاجات اللائي أتين من ضواحي المدينة وسمح لهن قرض بدون فوائد بقيمة 20,000 نقفة لكل منهن ليساعدهن في ترجمة المعرفة المهنية التي تلقينها على أرض الواقع. من جهتها شكرت ممثلة الخريجات لإتاحته الفرصة لهن داعية استمرارية مثل هذه الدورات للشابات الأخريات. في غضون ذلك عقد مسؤول الشباب في الإقليم الجنوبي الشاب جرماي جبرو لطلاب مدرسة دنبسكو الفنية سيمينارا دعا فيه الطلاب وخاصة طلاب المدارس المهنية والفنية للاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة لهم. استشهد المناضل أسملاش إمبارفاش إثر علة الموت أو في 28 من نوفمبر الجاري عن عمر ناهز 73 عاما. التحق المناضل أسملاش في صفوف قوات التحرير الشعبية في العام 1975 وعمل في فترة الكفاح المسلح في جبهات القتال الأمامية ومدرسة الثورة وفرع المعاقين ومفوضية التموين للمركز الثقافي. وبعد الاستقلال عمل في وزارة العدل والجمعية الوطنية لمعاقي الحرب وخدم شعبه في مختلف المهام ووطنه بتفان وإخلاص. الشهيد أسملاش هو رب أسرة وأب ل5 أولاد. وسيوارى جثمانه الثرى اليوم 28 من نوفمبر الساعة 4 في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل أسملاش وتقدم أحر تعازيها لأسرته وزملائه ورفاقه. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إسبانيا في زيارة دولة تستمر 3 أيام لتوطيد الصداقة التقليدية وتقوية التعاون بين البلدين، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس صيني لإسبانيا منذ 13 عاما. واستقبل كبار المسؤولين الإسبان الرئيس شي وزوجته بينغ لي يوان في المطار. وفور وصوله إلى المطار قال الرئيس شي إن الصين وإسبانيا تتمتعان بتاريخ ممتد من التبادلات بفضل طرق التجارة البرية والبحرية القديمة لطريق الحرير. وقال شي إنه يتطلع إلى تبادلات شاملة وعميقة في وجهات النظر مع الملك فيليبي السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز والقادة الآخرين في إسبانيا بشأن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل بدء رحلة جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وتعد إسبانيا المحطة الأولى في جولة شي في أوروبا وأمريكا اللاتينية التي ستشمل أيضا الأرجنتين وبنما والبرتغال.
ضربت رياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة سيدني كبرى المدن الأسترالية، فأحدثت فوضى في حركة النقل الصباحية وأغلقت الشوارع ومحطات السكك الحديدية والمنازل، وأوقفت الرحلات الجوية وتركت مئات الأشخاص بدون كهرباء. وذكر المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية أنه هطلت على سيدني خلال ساعات قليلة ما يتجاوز منسوبه 100 ملم من الأمطار، وهو مستوى يهطل في الأحوال الطبيعية على أكثر مدن البلاد سكانا خلال شهر نوفمبر بأكمله. وذكر مطار سيدني أكثر مطارات أستراليا ازدحاما أنه ألقى ما لا يقل عن 20 رحلة بعد إغلاق 2 من مدارجه الثلاثة. وأفادت أكبر شبكة وطنية للكهرباء بأن العواصف أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 8100 منزل في أنحاء سيدني وفي الساحل الأوسط. وبينما رحب المزارعون بالأمطار بسبب ما عانوه من جفاف في الشهور القليلة الماضية، فقد تسبب الطقس في تعطل كبير في البنية الأساسية بسيدني. قتل 22 شخصا على الأقل وأصيب 22 آخرون بانفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيماويات بشمال الصين بحسب السلطات المحلية. وقالت خدمات التواصل في المدينة إن الانفجار الذي وقع في قرب مصنع للكيماويات في مدينة تشاجاياغو على بعد 200 كيلومتر شمال غرب بكين أدى أيضا إلى احتراق نحو 50 شاحنة وفق فرانس بريس. ونقل الجرحى إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع وفق البيان الذي لم يحدد أسباب الانفجار. وقالت السلطات إن أعمال البحث والإنقاذ والتحقيق في أسباب الحادثة جارية. وشهدت الصين عددا من الحوادث الصناعية في السنوات الأخيرة. ذكر تقرير للأمم المتحدة أن معدل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري قد يتجاوز المستوى المطلوب للحفاظ على زيادة حرارة الأرض بنحو درجتين مئويتين فقط خلال القرن الحالي، إذ أن الزيادة ستتراوح بين 13 و 15 مليار طن في عام 2030. وحلل التقرير السنوي التاسع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أثر أهداف وسياسات الدول لخفض الانبعاثات وما إذا كانت كافية لجعل متوسط الزيادة في درجات الحرارة على مستوى العالم عند حد أكثر أمانا يقل عن درجتين مئويتين. ويأتي هذا التقييم قبل أيام من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي سيبدأ في بولندا في 2 من ديسمبر المقبل ويستمر حتى 14 من الشهر ذاته. ومن المقرر أن يتمخض هذا المؤتمر عن كيفية تنفيذ اتفاق باريس المبرم في عام 2015 والذي يهدف لأن تتراوح الزيادة العالمية في درجات الحرارة بين 1.5 درجة ودرجتين مئويتين. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.